حيرة كل يوم هناكل ايه؟ تعالوا النهاردة عندنا فكرة حلوة جدا للغدا. لو عندك كيس عجينة طعمية في الفريزر طلعيه كده، وتعالوا نعمل فكرة الغدا دي النهاردة. هنجيب كده كيس عجينة الطعمية ده، جايبه ب10 جنيه. بحطه كده في الفريزر في اي وقت بحب اعمل اي وصفة سريعة بعمل الوصفة دي. معي هنا كوباية رز مطحون، وده انا استعجلت وطحنته وهو لسه مبلول شوية، فانت استنى عليه لما ينشف. يعني بعد ما تبلي الرز وتنقعيه حوالي نص ساعة، حطيه في مصفى يتصفى من المية بتاعته، وبعد كده ينشف خالص، وبعد كده اطحنيه. دلوقتي هضيف بيضة، وهنحط كده كوباية الرز المطحون، وهنضيف ملح وفلفل اسود، وكمان هنضيف بهارات لحمة. هنلم بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها، وكمان ضفت معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق. ونعجن بقى كده عجينة الطعمية مع كوباية الرز والمكونات اللي احنا حطيناها، هيدينا كمية حلوة جدا. طبعا لو كيس عجينة الطعمية عملناه مش هيعمل حاجة، مش هيكفي حد، انما الطريقة دي هتعمل لنا وجبة غدا جميلة او عشاء او فطار زي ما انتوا حابين. بعد ما هنقلبها كويس كده، هنحطها بقى في التلاجة علشان الرز يمتص اي سوائل في العجينة بتاعة الطعمية. دلوقتي خلاص هغطيها وادخلها التلاجة. بعد بقى ما طلعتها من التلاجة هنبتدي نصبحها ونعملها طبعا كفتة رز زي العسل. معي هنا معلقتين زيت علشان اصبع الكفتة. شايفين متماسكة وما فيهاش اي مشكلة، يعني اللي يشوفها هيقول ان دي كفتة رز معمولة باللحمة. زي ما انتوا شايفين كده كل مكوناتها مغذية، مش احنا ما بنعملش حشو بطن وخلاص يا بنات، احنا بنعمل حاجات مغذية. يعني الوصفة بتاعتنا فيها عجينة الطعمية كلها طبعا الفول المدشوش ده بروتين، وحطينا بيضة، وحطينا طبعا الرز، وهي اصلا عجينة الطعمية فيها الخضرة وفيها توم وبصل. يعني انا شايفاها مغذية جدا وبترمي كمية حلوة قوي. يعني احنا دلوقتي هنصبح كده شوية، والباقي هشيله في التلاجة لاني مش هقليها كلها، لان ما شاء الله كمية كبيرة، وطبعا احنا بنحب ناكلها سخنة. هصبحها كده بالشكل ده، ودي الكمية اللي فاضت هشيلها كده في التلاجة، والكمية دي هقليها معاكم. هنجيب بقى زيت، وهنحط بقى صوابع كده الكفتة ونقليها عادي خالص، كأنك بتقلي كفتة الرز العادية اللي انت بتعمليها، ولا هتشقق منك ولا يعني هتنفش ولا اي حاجة، مش هيبقى فيها اي عيوب. ما شاء الله وجبة حلوة. تعملها بقى بالصلصة، تعملها كده في العيش سندوتشات تحفة. خلاص كده انا هعمل الطاسة، وهنبتدي بقى نحمرها لغاية ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عارفينه بتاع الكفتة. دلوقتي هقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون من جميع النواحي وتستوي كويس. تعالوا بقى، لو احنا دلوقتي قالينها عجينة الطعمية مش هتعمل لنا كام قرص طعمية وما كانش هيكفي حد، انما الطريقة دي حلوة جدا. وكمان لو عندك اطفال وحطيت لهم الطعميه ممكن ما يرضوش ياكلوها، انما بالطريقه دي هيحبوها جدا، ويوم ويتقضى بوصفه حلوه وسهله ومش مكلفه. يعني كوبايه رز موجوده في البيت على بيضايه على كيس عجينه الطعميه، هتعمل لنا كميه حلوه وتكفي يعني اي عدد من افراد الاسره. دلوقتي كده انا طلعت الكميه دي زي ما انتوا شايفين لونها وريحتها كأني بقلي كفته الرز باللحمه اللي احنا بنعملها. دلوقتي هكمل باقي الكمية اللي معايا. هنرصها كده في الطاسة ونقليها برضو بنفس الطريقة. والله يا بنات ريحتها كده وانا بقليها زي كفتة الرز بالظبط، ما تختلفش نهائي خالص. خلاص كده انا طلعت الكمية اللي انا حبيت اقليها، وباقي الكمية طبعا هحطها العجينة في التلاجة، هقليها في اي وقت تاني لان طبعا محدش بياكلها يعني باردة. زي ما انتوا شايفين اللون والجمال. هيبقى معانا كفتة رز سريعة ومش مكلفة. كيلو اللحمة يا بنات 450 جنيه. احنا عملناها ايه ب10 جنيه عجينة وب5 جنيه بيضاية. هي دي بقى الشطارة، وهي دي النصاحة. اللي عايزة تمشي بيتها هتمشي بأي حاجة. زي ما انتوا شايفين لونها وريحتها تحفة، ومحدش يقول لي ما هي برضو كفتة طعمية. اي نعم كفتة طعمية، بس الاولاد هيحبوها وهياكلوها. دلوقتي كده معايا طماطم بقى مع شوية الكفتة العسل دول في نص رغيف عيش، ويلا بقى سندوتش زي القمر. تعالوا بقى ممكن كمان تعملوها في الصلصة، بس لو حطيتيها في الصلصة حطيها وقت التقديم. يعني تحطيها في الصلصة بتاعتها عادي خالص، وتعملي جنب منها رز. والله أكلة موفرة وسهلة وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين الجمال تحفة. دبري بقى ووفري كده واعملي الأكلات الحلوة دي، وأشوفكم بخير. مع ألف سلامة حبايبي.